السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. دائما معكم اخوكم الدراج الرحال ابراهيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم مناظر مدينه سفران، ومن مدينه سفران ان شاء الله غادي نمشي جبل هبري. غادي نبارطاجي معكم المناظر ديال جبل هبري، ومن جبل هبري ان شاء الله غادي نمشيو لمشليفل. نبارطاجي معكم ان شاء الله تولوج. رانا في مدينة سفران، راه ما كاينش الثلج بزاف، راه كان هنايا الثلج بزاف ولكن راه داب كما كتشوفوا معايا شي بلايص اللي فيهم الثلج قليل هنايا. اما جبل هبري ومشليفل راه مازال فيهم الثلج بزاف. اللهم بارك. خليكم مع الفيديو باش نبارطاجي معكم الثلوج. تحياتي الى جميع الاخوان، تحياتي الى جميع المغاربه. تنشكركم بزاف على التفاعلات ديالكم، لايكات، كومونتيرات. الله يجازيكم بخير. كما كتشوفوا معايا راه شي بلايص راه مازال فيهم الثلج هنا في افران، وشي بلايص راه ديب فيهم الثلج. هذا هو اللي كاين الاخوان. شوفوا الازدحام ديال السيارات وديال الحديد. الدنيا عامرة بزاف. المناظر اللي رائعة جدا، مناظر خلابة، مناظر ساحرة الإخوان. شوفوا الدنيا كي عامرة تبارك الله بالحديد. اللهم بارك. عرفتوا الاخوان الدنيا عامرة عامرة بلان تبارك الله. اللهم بارك. هانتوما دابا الاخوان لقيتو راني غادي لحدا السبع. انا كيتواجد السبع بمدينة سفران. عرفتو هنا حدا السبع تتكون عاوتاني الدنيا عامرة بزاف، تتكون النوبة. كما كتعرفوا الجميع تيبغي يتصور مع السبع. هذا هو السبع. هذه هي المناظر فين كيتواجد السبع بمدينة سفران. اللهم بارك. هذا الظهر ديال السبع الاخوان. دابا الاخوان كما كتشوفوا معايا لقيتونا راه حنا شادين الطريق جبل هبري. هذا هي خرجة ديال مدينة إفران في اتجاه طريق مشليفن، طريق جبل هبري. دابا ان شاء الله عرفتو راه فين المود ديال الجوع. غادي نمشيو دابا ان شاء الله ندير وجبات الغداء. راه حنا شارين واحد شويه ديال الكفته غادي نطيبوها تما. راه دير المجمر والفاخر. وتا الاخوان راه مازال الثلج كما كتلاحظوا معايا، لان هي دابا واحد يومين باش طاح الثلج، ماشي بزاف. هذه هي الطريق ديال جبل هبري. سبحان الله العظيم كتزيد شي مسافة تلقى الثلج، عاوتاني شي مسافة ما فيهاش الثلج كما كتشوفوا معايا. هانتوما شي بلايص فيهم الثلج. وقيلا تا الثلج الاخوان تيلعب على حساب الشمس. البلايص اللي تيضرب فيهم الشمس يعني تيدوب فيهم الثلج دغيا. دابا الاخوان لقيتو راه حنا وصلنا وجبنا المجمر، جبنا الفاخر. دابا لقيتو راني كنزل الفاخر. عرفتو هاد الفاخر بارد مع فصل الشتاء.
ما بغاش يزند كاع، ما بغاش يشعل. لقيتونا دابا الاخوان راحنا في جبل هبري، رانا تنديرو وجبات الغداء. هي شويه ترطيب، اللهم بارك. هي الدكه ديالها تاي. ندير وجبات الغداء ونبارطاجيو معكم المناظر في جبل هبري. كما تلاحظوا معنا مازال غادي نطلع للفوق، فوق من هذوك الجبال تما كاين الثلج. دابا وجدات وجبات الغداء. بسم الله توكلت على الله. كما كتشوفوا معنا الاخوان درنا بصله مع مطيشه مع الكفته. هي الدكه ديالها تاي. شحال زوينه وجبات الغداء في الطبيعه الاخوان. دابا الاخوان راني غادي لجبل هبري. ها هو جبل هبري، اللهم بارك. ها هو جبل هبري الاخوان. هيا التيوب، اللهم بارك. منظر رائع ديال الثلوج. اللهم بارك. مناظر سياحية الاخوان. هذه هي المناظر الاخوان ديال جبل هبري، مناظر رائعة جدا جدا ديال الثلوج. اللهم بارك. كما شفتوا معايا الاخوان، شديت هاد الخشبه هادي ب10 دراهم، زلقت بها. قالت لي مولاتها 20 درهم، وعطيت قلت لها 10 دراهم، عطاتها لي زلقت بها، ولكن كرفصات لي الجاكيطه وطحت قطعت لي السروال. هاتوا الاخوان هاد الخشبه خطيره بزاف، ما ننصحكمش الاخوان تزلقوا بها. هاتوا تقدر الله يستر تهرس، تقدر طيح، تقدر تقلب على راسك، تقدر توقع لك شي حاجه. مازال شي بلايصه ليا ساهله، ولكن كما كتشوف معايا هاد الجبل هذا راه صعيب بزاف. شوفوا السروال فين تقطع الاخوان بسبب هاد الخشبه هادي. دابا شديتها وغنخلص عليها 10 دراهم، وحنا السروال الاخوان يلاه لبستو جديد، او لبس هاد السروال هو تقطع لنا الاخوان، ولكن ماشي مشكل. المهم هو الانسان يدوز واحد الوقيت اللي هو زويون ويعيش الحياه، كلشي تيفوت الاخوان. دابا الاخوان لقيتونا راحنا غاديين لميشليفن. كما كتعرفوا دوزنا وقيته زويونه في جبل هبري. دابا ان شاء الله رحنا شادين الطريق لميشليفن الاخوان. مناظر رائعه الاخوان، كما كتلاحظوا معنا مناظر سياحيه، اللهم بارك. كما قلت لكم الاخوان، ديك الخشبه ديك زليقه راه خطيره وصعيبه بزاف. مازال شي بلاصه اللي ما فيهاش يعني الهبطه صعيبه، ما فيهاش الهبطه يعني قاصحه بزاف، ماشي مشكل تزلقوا بها ولا تشدوها للوليدات ديالكم. ولكن شي هبطه ليا شي جبل اللي هو عالي بزاف راه خطيره بزاف، تقدر تهرس الانسان وتقطع الانسان الحوايج ديالو وتكرفص. لقيتوني دابا الاخوان راني وصلت لميشليفن. دابا غادي نضرب شويه ديال الطراكسيون، عرفتو مع جاني البرد وقلت راه ندير شي شويه ديال الطراكسيون.
عاد ندخل عاوتاني للثلج في ميشليفن. هانتوما هادي هي ميشليفن الاخوان، راح عاوتاني نشوفو معنا المناطق ديال الثلوج هنايا، داكشي رائع تبارك الله. اما حتى الاخوان تتزيد يعني الميشليفن وكتزيد لداخل يعني وتلقاو الثلج بزايد، تلقاو الثلج بزاف. شوفوا معايا هنا شحال ديال الثلج في ميشليفن. يعني سبحان الله العظيم في إفران ما كاينش الثلج بزاف، ولكن هنا في ميشليفن كاين الثلج كثر من جبل هبري وكثر من مدينة إفران، حيت هنا تيكون تساقط الثلوج بزاف في ميشليفن. الدنيا عامرة تبارك الله بالبشر. دابا الاخوان لقيتوني شت هذا العود هذا الخيل وقلت غير نكريه. اول مره الاخوان غادي نركب فوق من هذا الخيل هذا. عرفتوا الاخوان قال لي 50 درهم، ولكن ماشي مشكل باش كريتو. على حسب، الا بغيتي تضرب التصويرات تيقول لك 10 درهم 20 درهم، الا بغيتي تضرب شي دواره تيقول لك 50 درهم 40 درهم، على حسب. كاين كاع اللي يتعامل معاك فابور. ايوا هذا هو اللي كان الاخوان. عرفتو شحال زوين هذا الخيل هذا وهذا العود هذا، تركب فوق منه وتضرب فوق منه شي دويرات تصويرات، يعني واحد الاحساس اللي هو زويون. هنا الاخوان تيسالي الفيديو ديالنا في ميشليفن. ما تنساوش الاخوان تخليو لنا الاراء ديالكم في الكومونتيرات كي جاكم الفيديو. ما تنساوناش من التفاعلات. الله يجازيكم بخير. لايكات، كومونتيرات، ابونيو معنا في القناه، بارطاجيو مع احبابكم مع اصحابكم هاد المناظر هادي. وهادشي الاخوان راه تنتقاتلو عليه باش نبارطاجيو معكم هاد اللحظات وهاد الاجواء. وتحياتي لكم جميعا، تنشكركم بزاف. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. اللهم بارك. تحياتي الى جميع المغاربه وتحياتي الى جميع العرب، احبكم في الله.